ازيكم طلاب الصف الرابع الابتدائي، يا رب تكونوا بخير. معكم مس هام مصباح. ان شاء الله هنشرح الدرس الرابع من كسور الوحدة الكسرية في الوحدة الأولى في الترم التاني. هنيجي ناخد بقى الكسور الحقيقية. أول حاجة عندنا اللي هي اسمها حاجة الكسور الحقيقية. يعني إيه كسور حقيقية يا مس؟ هي كسور فيها البسط أصغر من المقام، يعني فيها البسط أصغر من المقام. طب يعني إيه بسط ومقام أصلا؟ البسط اللي بيكون فوق والمقام بيكون تحت، يعني ده بسط وده مقام وما بينهم إيه كده شرطة اللي هي الكسر. يبقى ده وسط وده مقام. تمام. هنا نص. نص يعني ايه؟ يعني هنا البيتزا اللي عندنا متقسمه لنص، نص هنا متلون ونص التاني لا. يبقى هي نص، يبقى هنا واحد متلون على الاتنين كله، على الجزء كله. يبقى فيها البسط هنا اللي فوق يبقى اكبر او اصغر من المقام، بيبقى اصغر ايه؟ مقام. بيتسمى نص. يقرأ نصف يعني اتنين متقسم لاتنين. هنا برضو يقرأ اربع اسباع. طب يعني ايه اربع اسباع؟ عشان احنا قلنا البسط لازم يكون اصغر من المقام، هو ده الكسر. يبقى الكسر لازم يكون الوسط اصغر من المقام. هنا قلت 4 على 7. فين الأربعة جت منين؟ أنا عديت العدد اللي هي قطع البيتزات طلعت 4. العدد الكلي بتاع الدايرة عندنا 7. تمام. طب البسط هنا بيساوي المقام 5 على 8. طب ازاي دي؟ هنا 1 2 3 4 5. 5 على كام؟ على 8، على كل ال8. يبقى هنا البسط أصغر من المقام ولا أكبر من المقام؟ أصغر من المقام. تمام. يبقى 5 على 8. هقرأ 5 أسمان. 5 أسمان. تمام. طب الكسر الغير حقيقي، عندنا حاجة اسمها كسر غير حقيقي. هي كسور فيها البسط أكبر من أو يساوي المقام. يعني ساعات بتلاقيه أكبر من المقام وساعات بتلاقيه يساوي المقام. تمام. ساعات تلاقيه أكبر من المقام أو يساوي المقام. يعني إيه الكلام ده؟ هو بسط غير حقيقي. غير حقيقي يعني شفت دي كلها، دي البيتزا الكاملة مفيش حاجة ناقصة منها. تمام. لو أنا جيت شلتها كده، شلت منها كام؟ 1 2 3. تمام. وكل اللي عندنا دول 1 2 3 4 5. كل اللي عندنا دول 5. تمام. طب البيتزا كلها كام؟ البيتزا كلها 13. يعني ده مثلا كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. دي 8. يعني كل دي 8. ودي كام؟ 9 10 11 12 13. يعني عدد كل البيتزا دي 13 قطعة. تمام. على كام؟ على 8. طب ال8 دي جت منين؟ ما هو ال8 ده عدد القطع اصلا، عدد البيتزا كلها 8. يبقى اقرأ 13 على 8. 13 على 8. ده غير حقيقي. ده غير حقيقي، ده مش كسر. تمام. اما يكون اكبر من اللي تحت، اما يكون اكبر من اللي تحت ده مش كسر، ده كسر غير حقيقي بيتقال على 8. طب دي 5 على 2. يقرأ 5 على 2 عادي. مش 5 اسمان، لا ما ينفعش. ينفع ما ينفعش يتقرأ 5 اسمان او 5 اثنتين، لا يقرأ 5 على 2. 5 على 2. 5 على 2. طب عندنا الكسور الأعداد الكسرية. عندنا العدد الكسري يتكون من عدد صحيح أو كسر غير حقيقي. يعني إيه برضو الكلام ده؟ عندنا هنا البيتزا هنا كاملة والبيتزا هنا كاملة والبيتزا هنا بس ناقصها إيه؟ حتة. تمام. طب أنا أعملها إزاي دي بقى؟ تمام. هنا كام قطعة عندنا؟ كام بيتزا؟ 3. تمام. على 4. طب على 4 دي جت منين؟ عشان ادي 1 2 3 4 على كل العدد البيتزا. يعني البيتزا الواحدة فيها 4 قطع. كام بيتزا؟ عند 3. يبقى 3 على 4. طب الاتنين دي يقرأ بإيه؟ الاتنين دي جت منين؟ تمام. على 2 دي مكان دي. 2 مكان دي. يبقى يقرأ 2 على 3 على 4. يقرأ 2 وثلاثة 4. يعني 2 وثلاثة 4. 2 وثلاثة 4. ازاي؟ 2 وثلاثة 4. فين الكسر الحقيقي اللي هو 3 على 4؟ دي 3 على 4 عشان كسر حقيقي، عشان يبقى اصغر من المقام اهو. طب العدد الصحيح فين؟ اللي هو بيبقى بره الكسر خالص، اللي هو الاثنين. تمام. هنيجي ناخد بقى لاحظ كده لكتابة الكسر الغير حقيقي يمثل عبارة عن الجزء المظلل في النموذج التالي عدد الأجزاء. يعني مثلا دي ده جزء وده جزء وده جزء وده جزء وده جزء. تمام. وده جزء وده جزء وده جزء. كل الاجزاء دي مكونه من كام؟ يعني الدايره الواحده من كام واحده؟ من كام قطعه مثلا؟ 4 قطع. على 4. طب التسعه دي جت منين؟ من عديت بقى الملون كله كام؟ 9 قطع. الملون بس يبقى 9 على 4. تمام. طب لكده العدد الكسري يعبر عن المضاف في نفسه عدد الوحدات والاجزاء. الوحدات الاجزاء مثلا انا عايزه اجمع دول واجمع دول واجمع دول، اجمع بس يقول بس. تمام. وكل الدايره اصلا 4. تمام. يبقى هنا 4 المقام بيتوحد زي ما هو، يعني 4 و4 و4 ما ينفعش يتغير. المقام تحت ما ينفعش يتغير، اللي فوق بس يبقى عادي. دول 4 دول 4. كام متلونه؟ هنا واحده بس. يعني هنا متلون 4 وهنا متلون 4 وهنا اللي متلون واحده بس. تمام. يبقى 4 زائد 4 زائد 1. والمقام زي ما انا قلت لك ما يتغيرش. 4 بتساوي كام؟ انا عرفت منين 4 و4 كام؟ 4 4 8 وكحت كمان يبقوا 9. تمام. والمقام زي ما هو 4. يبقى 1 على 4. طب الاتنين دي جت منين؟ الجزاء ازاي؟ هنا بقى بيقول لك ايه؟ هنا دايره اهي، 3 مش متلونين وواحده متلونه.
كل دول متلونين، يعني 1 2 3 4 4 متلونين، ودول كمان دايره 4 متلونين. هنا عشان نجمع 4 متلونين على 4، المقام هنا ثابت، خدت بالك؟ هنا 4 و4 و4، يبقى المقام اللي تحت دايما الرقم اللي تحت بيبقى ثابت. تمام. طب الرقم اللي فوق بيتغير على حسب الايه؟ العدد المتلون عندنا. 4 و4 و1، هنجمع كل دول. تمام. والاربعه تسيبها زي ما هي، يعني دي انا عايزاها بس الواحد، انا عايزه 1 على 4. طب الاتنين التانيين اعمل فيهم ايه؟ اعمل فيهم ايه؟ اخد نص دي او نص دي، اي واحده من دي واكتبها. نص الاربعه كام؟ 2، اقوم حطها بره، عدد صحيح. طب الواحد على الاربعه دي جت منين؟ ان هي الواحد ده ايه؟ على الاربعه، على الاربعه كلهم، يبقى الواحد على الاربعه. طب الاجزاء الاتنين التانيين، ما هما 2 كتبتهم بره، 2 كتبتهم بره. تمام. يعني دي اللي فيها فراغ مثلا او فيها حاجات مثلا مش متلونه، اكتبها بره. 1 مثلا على الاربعه، ده بتاخد 2 متلونين، 2 على 4، 3 على 4 كده. طب الاثنين التانيين دول يروحوا فين؟ متلونين كلهم، مفيش واحده متلونه، يتكتبوا عادي بره، يتكتب عدد صحيح 2. لو دول مثلا 3 دايره، يعني 1 2 وكمان دايره جنبهم، يبقى اتكتب هنا 3. تمام. مثال واحد، انا بقول لك عبر عن النماذج التاليه في صوره كسر غير حقيقي او عدد كسري. يعني صوره كسر غير حقيقي، يعني مثلا انا كام الاول؟ 1 2 3، وكل ده كام؟ 1 2 3 5 6 7 مثلا، في 6 دي 6 ودي 6 اللي متلونه كلهم، يعني شايفه لسه واحد. لو انا عملت كده، انا مثلا لو جيت عملت كده واحد، دي واحد صحيح، اعمل دي اقوم عامله كده على 6. انت جبت الثلاثه على 6 منين؟ ما هم 3 دول، وكل الدايره هنا كام؟ 6، فانا باخد على كل، باخد الجزء المتلون بس، واخد عددها كله. الواحد ده اللي هو واحد صحيح، طب لو 2، طب 3 ده بثلاثه على صحيح. التسعه جت من، عديت بقى كله، يعني عدد متلون كله 3 وكام و6، 3 و6 9 على 6. تمام. فيها الحل ده اول حل براحتك، عايز تطلع قدام براحتك. هنا كام حاجه متلونه؟ دول كام؟ مفيش حاجه فاضيه، كل ده باخد على صحيح ولا ايه؟ او اعملها اعيد كل دول على عدد بس، يعني اعد كل الجدول انا بس كلها 1 2 3 4 5، كل 5 5 و5 10، 5 و5 10 كده تحت عندك 10. دي جت منين؟ ما هو كل الواحده، ما هو اللي انا وعدت واحده بس بخمس، الواحده بس من 5، واحده بس 5 دوائر فيه، يبقى 10 على 5، او نكتب 2 عدد صحيح وخلاص، هم 2. لو انت عايز تعملها بكسر او انت عايز تعملها بعدد صحيح، دي عامله ازاي؟ سهله. كم متلون هنا؟ 1 على كم كل الدايره؟ 1 3، بعمل مثلا 1 على 3. طب اللي نقدر اعمل فيهم ايه كلهم؟ ما ينفعش بحاجه ثانيه، لازم اكتب بقى بره. دول متلونين كاملين، دايره كامله 2 اعمل 2، لو واحده اعمل واكتبها بره الكسر قدام الكسر بالظبط. تمام. لو انا جيت هنا خدت قلت لك مثلا انا عايزه احول ايه، مثلا اللي عملناه ده، لو انا بيقول لك العدد غير حقيقي، لو انا عايز احول عدد ساعات غير حقيقي، يعني هو العدد ده سوا عكس الحدث غير حقيقي، عامله ازاي؟ عايز خالص مش هنعمل فيه حاجه، نضرب العدد الصحيح في المقام. العدد الصحيح فين؟ اللي هو قدام المقام، نضربه في اللي تحت، ونعمل ايه تاني؟ 2 في 3، نضربه في اللي تحت، يعني 2 ده نضربها في 3. تمام. الاثنين دي نضربها في 3، يعني هنا عمل لك ايه؟ 2 في 3 ب 6، 2 في 3 ب 6. طب اعمل ايه تاني؟ نجمع الناتج مع الناتج اللي هو على البسط اللي فوق، يعني 6 زائد 6 زائد 1 كام؟ 7، يبقى خلاص اكتب 7. والمقام زي ما هو ما اتغيرش 3. تمام. المقام اللي احنا عندنا في الداله في الاول اصلا خالص في المساله ما نغيروش. تمام كده. يبقى احنا عملنا ايه؟ نضرب البسط اللي قدامنا العدد الصحيح في اللي تحت في المقام، نضربه، بعد كده نزوده لفوق، نجمعه لفوق، نشوف بنحل ازاي. هنيجي هنا بقى بيقول لك ايه؟ كده انا كنت خلصت اصلا الدرس، ما عادش الحاجه قليله خالص وافهمك. بيقول لك هنا 2 اي 2 على 3 و2 بره الصحيح مع كل عدد كسري في صوره كسر غير حقيقي. سهله خالص، ما دام قال لك حولي من كسري لكسر غير حقيقي، سهله. اقوم عامله ايه؟ ضرب العدد الصحيح اللي هو مديهولنا اللي هو بره الكسر خالص، اللي هو الاثنين، هضربه في ايه؟ هضربه في ايه؟ في البسط اللي هو ده اللي هو تحت، اقوم ضرباه. تمام. 2 في 3 بكام؟ ب6، واعمل المقام زي ما هو 3 ما غيروش. تمام. 2 في 3 ب6. طب 6 وفي كمان 2 فوق، 6 و2 8، يبقى 8 على 3. انا كده حولته من كسر غير حقيقي. طب كسر غير حقيقي يعني ايه؟ يعني عايز اللي فوق اكبر من اللي تحت، يعني عايز البسط اكبر من المقام. هنا برضه اعمل ايه؟ 5 في 4، 5 في 4 بكام؟ 5 في 4 ب20، ومعانا 1 يبقى 21، يبقى كل الناتج 21 على 4، ما نغيروش. دي برضو كسر غير حقيقي عشان اللي فوق اكبر من اللي تحت. تمام. لو تحويل الكسر بقى الغير حقيقي لعدد كسري، لو انا عايزه بقى ارجعه تاني، لو انا عايزه ارجعه زي ده، لو عايزه ارجعه تاني زي ده، عايزه ارجعه الغير حقيقي لحقيقي، اعمل ايه؟
هنا بنقسم من 5 على 2، يعني ايه خارج القسمه وده المقسوم عليه. هنعمل عمليه قسمه كده بسيطه خالص. بقول لك انا 5 على 2 عاوز احوله لعدد كسري نتبع الخطوات الاتيه. ده عدد حقيقي اهو، عايز احوله لكسر حقيقي. فنعمل ايه؟ نضع خارج القسمه كعدد صحيح. يعني مثلا اقسم 2 على 5، اعمل ايه؟ اعمل القسمه عادي بتاعتنا اللي هي المض، واعمل الاثنين بره والخمسه جوه. اتفقنا اللي هو صغير بره والكبير جوه. فانا عايز اعمل 2، يعني هنا البسط اكبر من المقام، يعني اللي فوق اكبر من اللي تحت. عايز احولنا بقى لعدد كسري، لعدد عادي اللي هو يكون قدامه عدد صحيح. نعمل ايه؟ هنقسم عادي ال5، نعمل كده قسمه مطوله. لو احنا مش عارفين نقسم نعمل الاثنين بره، الرقم الصغير بره والكبير جوه. محدش عارف احنا هندخل ايه جوه وايه بره. تمام. ونشوف بقى هنا كام. دي 2، نضرب جدول الاتنين. نبدأ بالاتنين في 2 ب4 تساوي 4، واتنين في 3، 2 في 3 بكام؟ ب6. ما ينفعش. ليه ب6؟ عشان هنا 5 وهنا 6، ما ينفعش. لازم يكون قد ال5 أو أصغر من ال5. هناخد ال4، ال4 نحطها تحت ال5، واللي احنا ضربناه 2 في 2 هناخد واحدة منهم اللي هي 2 دي اللي احنا ضربناها نحطها فوق، ونقوم طارحين بقى. 5 ناقص 4 1، يبقى نطرح كده 1. يبقى الناتج اللي طلعناه باقي الاسم 1 خارج الاسم 2. تمام. خلي كويس في الحته دي. تمام. طب انا عايز اعمل بقى عدد صحيح قدامه، اعمل ازاي؟ اكتب الاثنين اللي طلعتها دايره خالص. تمام. اللي في الاسم اعملها بره، واقوم عامله كسر. اعمل ايه فوق وايه تحت؟ هنا المقسوم على ايه؟ هنا 1. طب المقسوم على ايه؟ على الاثنين. مش انا بقول مقسوم على الاثنين؟ مش هي 5 على الاثنين؟ مش انا قلت لك المقام ما بيتغيرش، بيبقى زي ما هو. عند 6 7 8 ما بيتغيرش زي ما هو. طب اكتب في ايه؟ اكتب هنا الاسم اللي هو 1. تمام. كده حلت خالص، مفيش فيه حاجه. يبقى 2 بالعدد صحيح ونص 2 ونص. كده اكتب كل كسر حقيقي في صوره عدد كسر. دي كده هي عايز احوله ايه؟ ايه؟ لكسر. ازاي؟ حاول تعمل قلته بالظبط وعرفني في الكومنتات تعرف تحلها ولا لا. ماشي. بعدين اخد هنا بقول لك ايه؟ اكتب جد مش محلول عشان اكتب هنا كل ما كسر حقيقي او كسر حقيقي او عدد كسر. انا اعرف كسر حقيقي ولا غير حقيقي. تعال شوف هنا البسط اللي اكبر اللي تحت، ده اكبر من اللي تحت يا ميس، ده غير حقيقي. نيجي نكتب كده غير حقيقي. هنكتب غير حقيقي. تمام. طب هنا لو عايزه 7 على 2 دي ده كسر، دي حقيقي حاجه، ده كسر يبقى ده عدد حقيقي. انا حقيقي. تمام. انا سامعكم جايه تعرفوني حقيقيه ولا مش حقيقيه، وسيبوا لي في الكومنتات. تمام. ايه فاهمين واعرف عليه. تمام كده. ده حقيقي. هنشوف بقى ال5 على 9 دي، قولي لي ده كسر حقيقي ولا عدد كسري ولا غير حقيقي. تمام. هنا بقى بيقول لك هنا في ايه؟ تدريبات على سلاح التلميذ. ده صفحة كام؟ ده صفحة 21. تمام. نحلها مع بعض عشان تكون سهلة ان شاء الله عليكم ونحلها كويس. واي سؤال مش عارفين سيبوا لي في الكومنتات وانا ان شاء الله هجاوب عليه. اختر الاجابة الصحيحة ما بين الاجابات المعطية يكون فيها البسط اصغر من المقام. ايه اللي البسط بيكون اصغر من المقام؟ ده كسر حقيقي ولا غير حقيقي ولا عدد كسري؟ لا ده عدد كسري عادي. تمام. الكسر غير حقيقي يكون فيها البسط اكبر من المقام ولا اقل من المقام؟ ما هو قلت لك غير حقيقي بيكون فيها اللي فوق اكبر من اللي تحت، يعني البسط اكبر او مفتوح ناحيه الكبير اكبر من المقام. 7 على 5 يسمى ايه؟ ما دام ال7 على 5 ال7 اكبر من ال5، ما دام اللي فوق اكبر من اللي تحت يبقى ده كسر غير حقيقي. تمام. اي ما يلي يمثل كسر غير كسر حقيقي. 11 على 8 ما ينفعش عشان اللي فوق اكبر من اللي تحت. 7 على 9 ينفع، والاتنين على 5 على 7 ينفع، بس ال7 على 9 ده اسمه كسر. تمام. ما ينفعش. هو عايز كسر حقيقي او غير حقيقي، يبقى هو ده كسر حقيقي. 5 و5 على 6 يمثل كسر حقيقي ولا كسر غير حقيقي ولا عدد كسري ولا كسر وحدة؟ لا هو كسر حقيقي. كسر حقيقي عشان قدامه عدد صحيح. لو مش قدامه عدد صحيح يعني 5 على 6 7 على 8 7 على 9 زي ده كده، يبقى ده اسمه عدد كسر عادي. اي ما ليه يمثل عدد كسري ده ما ينفعش. 9 على 4 ما ينفعش عشان اللي فوق اكبر من اللي تحت، ده غير حقيقي. 18 على 36 ينفع، هو ده كسر عادي. وال19 على 4 ما ينفعش عشان ده اكبر من اللي تحت. كل ما يلي يمثل كسر غير حقيقي ما عدا ايه؟ كل ما يلي يمثل كسر حقيقي ما عدا ايه؟ 11 على 5 ده غير حقيقي، 27 على 8 غير حقيقي، 1 على 23 17 على 16 يبقى هو دي كسر حقيقي. كل دول كسر غير حقيقي. طب هنا عندنا العدد الكسري 2. هنا العدد الكسري عندنا، همسح بس ثواني. هنا بيقول لك ايه؟ العدد الكسري 2 و1 على 8 يكافئ ايه؟ يعني ايه يكافئ؟ يعني نعملها ازاي دي؟ هيكافئ 2 على 8 على 8 ولا 2 على 8 زائد 4 على 8 ولا 14 على 8 زائد 11 على 8؟ طب انا اجيبها ازاي دي؟ سهله خالص. او ممكن اضرب الاثنين في 8. 2 في 8 بكام؟
2 في 8 ب16 ومعاملة 16. تمام. تمام. طب انا عايزه اضرب اللي فوق كمان، ازود اللي فوق 16 وواحد يبقوا 17. 17 على كام؟ على 8. 17 على 8. يبقى انا كده حولتها من كسر اللي هو الحقيقي لايه؟ لعدد كسر اللي هو 17 على 8. 2 على 10 12 على 10 ده اكبر من اللي تحت، انا عايزه احولها لايه؟ لكسر حقيقي. يبقى انا اعمل ايه؟ اقوم جايبه ال 12 وال 11 اقوم عامله اسم مطوله كده في الجنب فما ننساش، واعمل الكبير جوه اللي هو ال 12 وال10 اللي هو مقسوم عليه بره جدول 10 واشوف 10 2 10 1 اشوف 10 في 1 بكام؟ ب10. تمام. طب 10 في 2 عندنا 10 في 2 ب20. مش هي ده كبيرة قوي، ده معدية ال 12. يبقى خلينا في ال10 اقوم حطها تحت وطرحة وما ننساش الرقم اللي فوق. طب انا احط فوق هنا ايه؟ الرقم اللي ضربته اللي هو الواحد. تمام. واطرح هيبقى ناقص 2. تمام. انا كده خلاص المسألة. يبقى فين المقسوم عليه وفين المقسوم وفين العدد الصحيح؟ العدد الصحيح 2. العدد الصحيح اللي هو 2 اللي هو بيبقى بره خالص. طب المقسوم عليه اللي هو 10. طب فين اللي خارج القسمة بيبقى بره خالص فوق؟ تمام. يبقى 2 على 1 على 10. يبقى هي دي رقم د. تمام كده. اي حاجة او اي مسألة يبعت لي وانا ان شاء الله ارد عليه. يلا صلوا بينا على النبي كده عليه افضل الصلاة والسلام. اول حاجة بيقول لك هنا ايه؟ جمع كسور اعتيادية مع اعداد صحيحة. احنا عرفنا يعني ايه كسر اعتيادي في اول الدرس خالص. يا ريت اللي مش ذاكر الدرس او ما ذاكرش في الدرس في اول حصة، يا ريت يرجع ليها تاني. انا هسيبها لكم في الوصف تحت وهسيبها لكم في اخر الفيديو. هنا بيقول لك ايه؟ جمع كسور اعتيادية مع اعداد صحيحة. بيقول لك هنا اجمع. لو انا عايز اجمع 2 زائد 3 على 5 زائد 1 زائد 1 على 5 اللي هو واحد وخمس يعني خمس، وهنا 3 على 5 3 اجزاء من 5 بيساوي ايه؟ انا عايز اجمع الحاجات دي. طب اجمعها ازاي؟ تعال نشوف. بيقول لك الطريقة الاولى باستخدام النماذج. هنا دايرة دايرتين. احنا قلنا لما يكون كلها كاملة متلونة وكلها كاملة يبقى دول 2 عدد صحيح. دول كام؟ دي كسر. ما دام فيها حاجة مش متلونة دي كسر. 3 على العدد الكلي بتاع الدايرة 5. 3 على 5 زائد دي برضو 1 دي كلها كاملة ودي 1 على 5. طب أنا عايز أجمع الحاجات دي. أكتب 3 زائد 4 على 5 زائد 3 4 على 5. طب أنا جبت منين الكلام ده؟ ما هو أنا 1 و2. 1 و2 كام؟ أجمع الأول الكاملين 3. يبقى أعمل 3 4 على 5. طب 4 5 جيت منين؟ ما هو 3 و1 4 والخمسة المقام بيفضل زي ما هو ما بنغيروش. خلي بالك يعني هنا المقام بيفضل زي ما هو ما بنغيروش. خلي بالك من ده وخلي بالك من المقام هنا تحت، يعني هنا ما بيغيروش خالص. تمام. انا كده جمعت عادي 3 زائد 4 على 5 بتتكتب 3 4 على 5. انا كده جمعت. تمام. طب انا لو عايز اطلع اللي فوق بقى دي اعملها ازاي؟ هنا 2 و1 كام؟ نجمع الاول العدد الصحيحة مع بعض. 2 و1 3. تمام. طب نجمع التانية كده 3 و5 وعندنا 1 و5. 3 و5 4. نفس اللي هو برضو على كام؟ على 5 ما بيتغيرش. يبقى نفس الحل اللي تحت هو اللي فوق. طب ايه نعمل تاني؟ الطريقة التانية نجمع الكسور معا. يعني ممكن نجمع الكسور معا، يعني 2 و3 نجمعهم، نجمع الأعداد الصحيحة مع بعض ونجمع الكسور كلها مع بعض. يعني 3 و1. 3 و1 كام؟ 3 و1 4. 4 اهي. والخمسة بيفضل زي ما هو، المقام ما بيتغيرش بيفضل زي ما هو، يبقى زي ما هو. تمام كده. لو انا جيت هنا قلت لك عند جمع كسور اعتياديه مع عدد صحيح يجب وضع الناتج في ابسط صوره. يعني انا عايزه ابسطها انقلها ابسط صوره. قلت لك لما يكون العدد صحيح بره وفي هنا كسر يعني بسط المقام وفي هنا عدد صحيح بره. طب البره ده اعمل فيه ايه؟ اتخلص منه ازاي؟ اضرب في اللي تحت، اضرب في المقام، اضرب 4 في 2 وازود على الواحد. تمام. دي لو انا عايزه ابسطها. لو انا عايزاها بطريقه تانية اعمل ايه؟ هنا بيقول لك دي جاي 1 على 8 زائد 3 زائد 3 على 8. اجمع الاعداد الصحيحه 1 و3 4. تمام. الأربعة اهي. طب اجمع دول 1 و3 8. 1 و3 4. 4 على كام؟ على 8. المقام زي ما هو ما بيتغيرش. يبقى هنا عامل ايه؟ هنا عايز ابسطها لابسط صوره. عامل ايه؟ عامل 4 زائد 4 و8 زائد 4. 8 4 على 4 فيها الواحد و8 على 4 فيها الاتنين. هنا عملها بأبسط صورة خالص. يبقى أنا بعد ما جمعها
بعد ما جمعها قال 4 زائد 4 8 و4 زائد 8. يبقى هنا عمل ايه؟ جمعها مره مع دي، قسمها مره على دي ومره على دي، بقسمها مره على دي ومره على دي وطلع لك نص. انا عايزه اختصر في ابسط صوره، قال لك انا عايز كسر اعتيادي بس ابسطه لي لابسط صوره. اعمل ايه؟ اجمع اللي بره، اقسم اللي بره 4 على 4 واقسمها 4 على 8 عادي خالص. ماشي، يبقى هو خد ده، خد الأربعة دي وخد التمانية دي وجمعهم على وقسمهم على بعض، والأربعة دي قسمها على دي، 4 على 4 فعل واحد. تمام، و4 على 8 فيها الاتنين، عشان التمانية في كام؟ 4 في 2 ب8. ماشي، عند جمع كسور اعتيادية مع أعداد صحيحة. عند جمع كسور اعتيادية مع أعداد صحيحة إذا كان الناتج كسر غير حقيقي البسط بيكون أكبر أو أصغر من المقام، بيكون أكبر أو يساوي المقام، يعني أكبر منه أو يساوي المقام. ده الكسر اللي هو الاعتيادي اللي هو الغير حقيقي، فإنه يجب تحويله لعدد كسري. فأنا عايزة أحوله هنا لعدد كسري، أعمل إيه؟ هنا عمل لك إيه؟ 3 على 5 و2 زائد 6 و4 على 5. هنا جمع لك 2 و6 8، وجمع لك 3 و4 7، والمقام كسبه زي ما هو 5. هنا 5 وهنا 5، حط لك مرة واحدة 5، يبقى 8 عدد صحيح و7 على 5. طب أنا عايزة أجمع 8 زائد 1، 8 زائد 1 و2 على 5. هنا عملها لك إزاي؟ تعال نشوف. هنا جاب لك التمانية منين والواحد منين؟ هنا دي 7 على 5 صح؟ تمام كده. أول طريقة وأسهل طريقة واللي أنا أنصحك بقى إنك تمشي على طول بيها، اللي هي أول مثال خالص. التانية دي مش سهلة يعني إن حد يمشي، ممكن تنساها. فاللي سهلة اللي أنت ممكن تجمع اللي بره، تقسم اللي جوه بره على اللي جوه، واللي بره تاني على اللي فوق، يعني اللي بره على اللي تحت واللي بره على اللي فوق. البسط والمقام بره، هيطلع لك الناتج على طول. بيقول لك ضع دائرة حول النموذج الذي يمثل الكسر المعطى. يعني هنا 1 جزء من 1، وهنا 2 على 3. جزء من 1 فين؟ يعني 1 يعني كاملة متلونة كاملة. ايه اللي متلون كامل هنا؟ اللي هي دي. تمام، يبقى ده 1 على 2 على 3، 2 اهي ودي 3، يبقى هو الشكل اللي هو عايزه ده. تمام، هنا بيقول لك ايه؟ 5 على 4. فين 5 على 4؟ ادي 1 2 3 4 5، 5 وكل الدايرة الواحدة هنا بكام؟ 4. يعني بيقول لك 5 والدايرة الواحدة 4، يبقى 5 على 4، يبقى هي دي اللي عايزها. تمام، 7 على 6، 7 على 6. تعالى نجمع دول كده، 1 2 3 4 5 6 7. 7 والدايرة كلها الواحدة بكام؟ الدايرة كلها ب6، يبقى 7 على 6، يبقى هو عايز دي. عبر النماذج التالية في أبسط صورة كسر حقيقي غير حقيقي وعدد كسري. هنعمل ايه؟ الكسر الغير حقيقي فين؟ ولا عدد الكسر؟ الكسر الغير حقيقي اللي هو بيبقى ده. طب عايزين الكسر غير حقيقي ولا عدد الكسري. الكسر غير حقيقي ممكن اعملها كلها كده، اجمعهم كلهم 1 2 3 4 5 6 7 واكتب 7. هو شوف الواحدة بكام؟ 1 2، الواحدة 2 بس. ده الكسر غير حقيقي. المقام اللي فوق البسط بيبقى اكبر من المقام. طب العدد الكسري بقى، العدد الكسري اللي احنا عايزينه هنعمل ايه؟ ادي 1 هنجمع كل 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 يبقى كله هنا كام؟ 8. تمام، يبقى هنا 3، حطوا 3 1 2 3 المتلونين كاملين، 3 على كام؟ 1 على 2. تمام كده كسر عادي، كسر عادي بس في عدد صحيح. هنا برضو نعملها ازاي؟ كسر غير حقيقي نجمعهم كلهم على ايه؟ على الواحد بس اللي مش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. هنا 11 على كام؟ الدايرة كلها كام؟ الدايرة كلها 1 2 3 4 5 6، 6. يبقى هنا كسر غير حقيقي. طب العدد الكسري هعمل مثلا دايرة واحدة، اعمل واحد هنا بره واعمل الكسر عشان في دايرة هنا كاملة، واعمل بقى الباقي. اعد بقى المتلون في التانية، ملناش دعوة، احنا الواحد دي بس، دي واحد صحيح، دي واحد وواحد وواحد جمعناها 3 اهي بره. هنا واحد بس نكتبه بره الكسر، عدد الصحيح اللي بره، ونجمع دول 1 2 3 4 5، يبقى 5 على كام؟ العدد كله على كله 6. بس كده، يبقى ده حتى كسري وده كسر غير حقيقي. تمام، هسيب لكم برضو اللي تحت كده تحلوه مع نفسكم وقولوا لي انت عملتوا ايه. هنا بقى بيقول لك اعاده كتابه المساله. هنا بيقول لك اعاده كتابه المساله بالعدد الصحيحه والكسور الاعتياديه ثم قم بحلها. يعني ايه اعاده كتابه المساله بالعدد الصحيحه؟ يعني هنجمع كل دول، نجمع الاول كده ونشوف. 1 1 كام؟ 2، يبقى نعمل كده، نجيب القلم تاني
ونعمل 2 على العدد الكلي كام؟ 4. يبقى 2 على 4 ده 1. تمام، وده 1 وده 1. ده كام؟ ده 1 على 4. عايزين بقى نجمع 2 على 4. طب نجمع الأعداد الصحيحة الأول. 3 دي 3. طب 1 و2 3 برضه، والمقام يفضل زي ما هو 4. يبقى أنا كده حليت 3 عدد صحيح 3 على 4. هنا ده اللي أعملها ازاي برضه؟ 1 2 3. عدت نفس المسألة اللي فوق يبقى اللي تحت. هسيبها لكم برضه مع نفسكم تحلوها. اهي دي المسألة اللي احنا طلعناها اهي، هي دي، ودي المسألة اللي انت تحلوها طلعتها. تمام. بيقول لك هنا اجمع. هنجمع هنا ازاي؟ 2 و1 3، ونجمع اللي فوق 3 و2 مع بعض 5. تمام، والكسر زي ما هو 7، المقام زي ما هو 7، و2 و3 اتكتب 3 بره كده. تمام، هي المسألة اهي، ونفس النظام برضو دي ونفس النظام دي. ماشي. هنا برضو عاملها ايه؟ هنا عامل لك 5، جاب لك المسألة دي تحت اهي وجمعها لك. جمعها لك ازاي؟ حاطط 3، مفيش الا 3 واحدة بس اللي هتجمع عدد صحيح، تحطها زي ما هي، مفيش حاجة هتجمعها تاني. ال 11 جمع لك 5 و3 و3 طلعوا 11 على ال9 المقام زي ما هو. فهنا عمل لك ايه؟ ال 11 عمل لك 3 زائد 1، وعمل لك كده الاتنين على ال9. 3 زائد 1 عمل لك 2 على ال9. 3 و1 كام؟ 4، يبقى 4 2 على ال9. فيها الطريقة دي وفيها الطريقة اللي انا قلت لك عليها دي، براحتك خالص، ممكن تختار الاتنين. ماشي. هنيجي هنا بقى طرح الكسور. لو احنا عايزين نطرح بقى الكسور نطرحها ازاي؟ لو جاب لك 1 ناقص 7 على 5، 5 على 7 أو 7 على 5، أيا كان هو ايه. في طريقتين، في طريقة أولى وطريقة تانية. أنا هشرح لك الاتنين وشوف الأحسن ليك ايه واحفظها زي ما هي كده، عشان هي مفيش حل إلا كده. نرسم نموذج يعبر عن الصحيح ونقسمه لأجزاء متساوية حسب مقام الكسر الآخر ثم نطرح. أنا مثلا 1 ناقص 5 على 7. طب أنا جبت ال1 على 6 دي منين؟ تعال كده نشوف. أنا بقول لك 5 على 6، يعني 5 متلونين، 1 2 3 4 5 على ال6 كلهم كام؟ لكلهم 6، يبقى اللي فاضل 1. يبقى نعمل هنا 1. تمام، اللي فاضل كام؟ يبقى أنا أطرح 1 من كام؟ من 5. تمام، يبقى 6. أطرح 1 من ال6 يبقوا كام؟ يعني أطرح مثلا 5 من ال6 تفضل 1، أطرح ال5 من ال6 كلهم يتفضل 1، يبقى هنا 1 على 6، يبقى أنا ناتج 1 على 6. يبقى أنا أعملها إزاي؟ 1 ناقص 6. يبقى أنا عشان عايزة أعملها سهلة من غير ما أعمل أي نموذج خالص، من غير ما أعمل أي حاجة، أنقص ال1 ده من المقام، أنقص ال1 اللي بره من المقام. تمام، أو طريقة تانية نحول العدد صحيح لكسر المقام مساوي المقام الكسر الآخر. طب يعني إيه الكلام ده برضو؟ هنا عمل لك 1 ناقص 5 على 6 بتساوي، هنا عمل لك إيه؟ هنا حط لك 6 و6 ناقص 5 على 6. يعني أنا حط لك 6 على 6، يعني حط مقام نفس المقام، مقامين اتنين فوق بعض نفس بعض، ناقص 5 على 6 اللي هو أصلا الإجابة بتاعتنا اللي هو عايزة. هنعمل إيه بقى؟ هنطرح دي من دي. 6 ناقص 5 1، و6 ناقص 6 هي 6، مش هتغير زي ما هي. تمام، الطريقة دي أسهل عن دي. أنا من أنصحكم اللي هي الطريقة الأولى عن التانية، دي أسهل. اللي إحنا نطرح على طول اللي ده من اللي تحت، ده من اللي تحت. 1 ناقص 6، لو دي 7 ودي 1، 7 1 ناقص 7، وهذا النظام. مالناش دعوة بالفوق خالص، اللي فوق ما بيتغيرش. ماشي. يعني أنا مثلا إيه، لو أنا جبت لك كده 2 ودي مثلا 5 ودي 7، فأنا ودي ناقص، فأنا عايزة أطرح بقى. هطرح دي من دي، أطرح 2 ناقص 7. 2 ناقص 7 كام؟ 5. أقوم كاتبة ال5 فوق على كام؟ على 7. تمام، كاتبة ال5 فوق، الناتج اللي طلع فوق على المقام زي ما هو ما يتغيرش. دي سهلة خالص اهي. بيقول لك يمكن كتابة أي عدد صحيح في صورة كسر اعتيادي. فمثلا لو أنا عايز أكتب دي في كسر اعتيادي أعمل إيه؟ 2 على 1 و4 على 2 و6 على 3 و8 على 4. تمام. بيقول لك هنا عند طرح الكسور الاعتياديه في اعداد صحيحه يجب وضع الناتج في ابسط صوره. يعني لازم اول حاجه نحط الناتج ده في ابسط صوره. يعني الواحد ده، ال8 دي مثلا نخليها 8 على 8. لو احنا عايزين نخليها في ابسط صوره مثلا 8 على 8 ناقص 8 ناقص 8، وفيها طريقه سهله خالص اللي احنا 1 ناقص 8 بكام؟ 7. صح، يبقى 7 على كام؟ على 8. طب احنا عايزين نبسط اكتر واكتر، نعمل 8 ناقص 2
تمانية ناقص اتنين، وتمانية ناقص تمانية، تمانية ناقص تمانية تمانية، تمانية ناقص اتنين ستة، ستة وقسمناها على الاتنين. طب قسمناها ليه؟ عشان نبسطها، لأبسط صورة. نشوف الستة دي تقبل الاسم على كام، على الاتنين أو على الستة أو على التلاتة أو على الواحد. هنشوف الستة، جدول الستة، ستة في ستة، ستة في تلاتة، نشوف هتقبل الاسم على الاتنين. ستة على الاتنين فيها التلاتة، يعني ستة على الاتنين فيها التلاتة، عشان اتنين في تلاتة أصلا بستة، يبقى ستة على الاتنين فيها التلاتة. وتمانية على الاتنين لازم اللي نقسمه فوق نقسمه زي برضو تحت، تمانية على الاتنين أربعة. تمام كده، سهلة خالص مفيش أي حاجة. أهي لو أنا جيت مثلا قلت لك واحد ناقص، هفهمها لكم تاني عشان لو انتوا مش فاهمينها، على التمانية. أنا عايزة أبسط المسألة دي لأبسط صورة. أنا عايزة، قال لك مثلا عايزك المسألة دي تبسطها لأبسط صورة. الواحد اللي انتوا شايفينه ده أخليه مثلا، شفت المقام ده، أخليه زي ما هو على بعضه كده، تمانية على التمانية، أخليه متكرر مرتين، ونقص عادي اتنين على التمانية، أكتب الرقم بقى عادي، اتنين على تمانية، وأقوم خلاه يساوي تمانية ناقص تمانية فيها الستة، وتمانية ناقص تمانية هي التمانية، مش هنطرح حاجة من حاجة يعني. تمام، يبقى ستة على التمانية، يبقى أنا كده ستة على تمانية. طب أنا عايزة أبسط أكتر، أعمل إيه؟ أقوم قاسمة الستة دي على اتنين. طب أنا قسمتها ليه على اتنين؟ عشان بتقبل الاسم على الاتنين، والتمانية برضو تقبل الاسم على الاتنين، يبقى لازم اللي تحت يبقى الاسم زي اللي فوق بالظبط. ستة على الاتنين فيها التلاتة، وتمانية على الاتنين فيها الأربعة. كده أنا مفيش خالص، أنا بسطتها بسطورة تلاتة على أربعة، مفيش خالص تاني. يبقى هنا إيه؟ عند طرح كسر اعتيادي من عدد صحيح، لو أنا عايزين نطرح من عدد صحيح زي ده كده، زي واحد اتنين تلاتة، بنعمله الأبسط صورة، بنعمله الأبسط إيه؟ صورة بالطريقة دي كده. يبقى عند طرح كسر اعتيادي من عدد صحيح، إذا كان ناتج الكسر غير حقيقي، البسط يكون إيه؟ يكون أكبر أو يساوي المقام، يكون أكبر أو يساوي إيه؟ المقام. تلاتة على أربعة، ماشي. برضو الاتنين ناقص واحد على أربعة، نعمل إيه؟ تمانية على أربعة ناقص واحد على أربعة. طب التمانية على أربعة دي جت منين؟ سهلة خالص، اتنين في أربعة بكام؟ اتنين في أربعة بتمانية، اتنين في أربعة بتمانية، تمانية في واحد هي التمانية، يبقى تمانية على أربعة. واحد ناقص واحد على أربعة، نعملها ازاي برضو؟ تمانية ناقص واحد، تمانية ناقص واحد، وأربعة ناقص أربعة هي الأربعة متغيرش، سبعة. سبعة على أربعة، سبعة على أربعة فيها كام؟ فيها الواحد، تلاتة على أربعة. لو احنا عايزين نجيب تحويلة لعدد كسر، لو احنا عايزين نحولها لعدد كسر اللي هو ده كده، تمام، من عدد كسري غير حقيقي لكسر ايه؟ عدد كسري حقيقي. خلي بالك هنا بقى، اطرح باستخدام النماذج. يعني ايه اطرح باستخدام النماذج؟ يعني هنشوف اتنين ناقص أربعة، سهلة خالص اللي احنا عملناه، هنطرح من اللي تحت من المقام. اتنين نشيل منهم أربعة، أو أربعة نشيل منهم اتنين. أربعة لو شلنا منهم اتنين أو اتنين نشيل منها أربعة، هي لو شلناها تبقى كام؟ هيبقى اتنين، نحط الاتنين فوق والأربعة تحت زي ما هي، بس هي كده. تعالى نعمل كده دي، واحد ناقص واحد على السبعة، واتنين على السبعة، دي سهلة خالص. واحد هنشيل، عايزين نبسط دي لأبسط صورة، نعمل ايه؟ واحد نشيل منها سبعة، أو سبعة نشيل منها واحد. سبعة لو شلنا منها واحد في كام؟ تبقى ستة، يبقى ستة على سبعة ناقص واحد على سبعة. لو أنا جيت بقى طرحتها هتطلع كام؟ ستة ناقص واحد تبقى خمسة، خمسة على ايه؟ على سبعة، بس كده. تمام، الحل هنا ايه؟ هو هنا عملها لك بنفس الطريقة كده اللي هي اتنين واحد يعني. هنا عمل لك ايه؟ اتنين ناقص واحد على أربعة، ودي سبعة على أربعة، يبقى هنا اتنين ناقص واحد على أربعة، طلعت كام؟ طلعت سبعة على أربعة. غلط.
انما بيجي يقول لك اطرح باستخدام النماذج. يعني نماذج، يعني هنعمل اول دوائر، لازم نرسم دوائر. 2 - 4. هو انا راسم لك دايره اهي، دايره كامله، والاتنين دايرتين كاملين، وكتب الاتنين اهي. 1/4، يعني واحد من دول على الأربعة. تمام، أنا كده عملت أهو. بيساوي كام؟ لو جمعنا كل دول، 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 لو جمعنا 2 و4 هيدينا برضو 8. تمام. طب 8 من كام؟ ما عشان 7 على 4، يبقى نشيل بس منهم واحد، يبقى كلهم 7، يبقى كل دول 7 على كام؟ على الأربعة. طب احنا عايزين نحولها. الواحد دي جت منين؟ 3/4، عشان الواحد دي اللي هو واحد بس اللي متلون، على 3/4. 3/4. 1 2 3 على 4. تمام. سهلة خالص. دي برضو سهلة. 1 - 2/7 ناقص 1/7. دي واحد اهو، يعني كل ده متلون. و2/7، يعني 2 بس اللي متلونين، واحد تاني مختلف، واحد بلون تاني. تمام. فأنا عايزة أعمل دي. أعمل إيه؟ 1 2 3. اللي فاضل إيه؟ 1 2 3 4. اللي فاضل هنا 4، يعني اللي فاضل 4 لو طرحت منهم، يعني أنا كده لونت كام؟ 3. اللي فاضل منهم 4. 4 على العدد الكلي 7، يبقى 4/7. تمام. بيقولك هنا اطرح. نطرح عادي، مقالكاش طرح ايه بقى. لو طرحنا 2 نشيل منها 3، تفضل 1. تمام. 1 يبقى الواحد على كام؟ على 3. تعال نشوفها بطريقة تانية. بيقولك نحول العدد الصحيح إلى كسر مقامه 3. إلى كسر مقامه 3، يعني 6/3 بتساوي 2. 6/3 بتساوي 2. طب التلاتة دي كده، 6 دي جت منين؟ عشان ضربت 2 في 3 ب6. ضربت كده 2 في 3 ب6، و6 على الواحد هي الست، يبقى 6/3. 6/3 بس كده. يبقى نحول عدد صحيح 2 لكسر مقامه 3. 6/2 بتساوي كام؟ 6/3 أصلا بتساوي كام؟ 2. تمام. هنا عملها لك ايه. 2 ناقص 1/3 بتساوي 6 ناقص 3 ناقص 1/3. يعني 2 دي 6/3 ناقص 1/3 بتساوي كام؟ بتساوي 5/3. 5/3. هنا عملها لك ازاي؟ يعني عمل لك الاتنين دي، يعني الاتنين دي اهي فيها كام جزء؟ فيها 3. مثلا فيها 3 أجزاء اهي. ادي 1 2 3 فيها 3 أجزاء. واحد بس منها اللي متلون. تمام. وفيها واحدة كمان متلونة كلها، يعني دي كلها متلونة. دي كلها كده متلونة، يعني لو جمعنا كده كلها دي متلونة. يعني 1 2 3 4. 4. طب اللي فاضل كام؟ 2 بس، يبقى 2 على كام؟ 3. واللي متلونة كام؟ اللي متلونة واحدة بس، يعني اللي أنا عايزاها واحدة بس على واحد، يبقى هو ده اللي طلع. بدل كل اللي احنا هنعمله ده كله، ممكن نعمله بالطريقة دي. ممكن نعمله أحسن باستخدام النماذج، يعني بنجيب دايرة ونجيب دايرتين كده ونشوف اللي متلون. مادام قالك في هنا، يعني في هنا 2 ناقص، يعني في 2 هنا متلونين كلهم، يعني كلهم هنا متلونين كلهم. يعني ده متلون وده متلون وده متلون، كله متلون، بس 3 أجزاء، متقسم 3 أجزاء. ماشي، كل دول متلونين. لو احنا جينا عندنا كل دول هيطلع كام؟ هيطلع العدد اللي هو عايزه، اللي هو كام؟ 2/3 أو 1. وواحد عدد صحيح. نحول عدد صحيح ل3 لكسر مقام 4. 2/4. دي و3 ناقص 2/4 ناقص 1/4. نعملها ازاي دي برضو؟ دي سهلة خالص خالص خالص. هنعمل برضو دايرتين. دي 3 دوائر بقى، خلي بالك. 3 دوائر. المقام هنا 4، يعني متقسم هنا ل4 تربع، يعني كل واحدة من دول متقسمة 4. تمام. لو انا هنا جت بتقول 2/4، يعني مثلا التانية نختار اي واحدة من دول. 2/4 يعني 2 بس كده. إيه دي مثلا كده واحدة نحط على اكس كده 2/4. تمام. والتانية هنا 1/4، واحد بس
على الأربعة، ودي كلها مفيش فيها أي حاجة، واحد صحيح، كلها متلونة عادي. هنعتبر دي كل دول متلونين واتنين بس اللي ايه التلاتة اللي عايزينه. يبقى كده كله كام؟ اتفضل كام؟ ها كده كله كام؟ اللي متلونين هنا كام؟ اتنين. لو عديناهم كده، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. يبقى كل دول تسعة، كل دول تسعة على كام؟ على أربعة. تسعة على أربعة. طب أنا تسعة على أربعة ده عايزة أحولها لكسر، أعمله ازاي؟ ما هو بيقولك اتنين على أربعة، اتنين على الأربعة. يبقى تسعة على أربعة دي ممكن أعملها بحاجة سهلة خالص، أعملها بجذر تربيعي، وأعمل التلاتة ايه الأربعة برا، والتسعة ايه تسعة جوه، وأشوف أربعة في كام يدينا تسعة. أربعة في اتنين بتمانية، يعني مفيش إلا أربعة في اتنين بتساوي تمانية. أربعة في تلاتة، تلاتة في أربعة باتناشر، يبقى مش هي. تمانية نحطها تحت كده، والسبعة نحطها فين؟ فوق. أربعة في تمانية، تمانية نحطها ايه؟ فوق. سهلة خالص. تمانية تسعة ناقص تمانية، والاتنين نحطها ايه؟ فوق. إيه اتنين في أربعة، اتنين في أربعة بتمانية، الناقص بقى ننقصها عادي، يبقى اتفضل واحد، اتفضل ايه؟ واحد صحيح. نعملها ازاي بقى؟ الخارج القسمة دي نعملها برا، اللي هي الاتنين نعملها برا كده، على مقسوم عليه اللي هو الأربعة، على أربعة، ودي الواحد اللي هو خارج القسمة برا. يبقى اتنين واحد على أربعة. في الطريقة دي وفي الطريقة دي، براحتكوا خالص. تمام، لو احنا عايزين نعملها بالطريقة دي كده. بيقول لك هنا صنعت يمنى فطيرة وقسمتها لأجزاء متساوية ثم أكلت واحد على خمسة، يعني جزء بس كلت منه واحد، والخمسة كلهم يعني هما خمس قطع وكلت منه جزء واحد بس من الفطيرة، قطعة واحدة. ما الكسر الذي يعبر عن الجزء المتبقي من الفطيرة؟ هنعملها ازاي دي؟ متخافش خالص، متقلقش. صنعت يمنى فطيرة واحدة ده تعتبر عنها بواحد صحيح، يعني كل ده واحد. يعني نكتب هنا الواحد كده زي ما هو كتبها، نعمل هنا الواحد ناقص، هنشيل منهم كام؟ هنشيل منهم واحد على خمسة، عشان هي كانت قطعة بس من الايه؟ من الخمس، من الخمس قطع. اعمل ايه؟ يساوي، نخلي دي يعني الواحد ده خليها خمسة على خمسة، خليها خمسة على خمسة ناقص واحد على خمسة. تمام. ممكن بطريقة سهلة خالص، بطريقة تانية خالص، اطرح الواحد ناقص الخمسة، واحد على خمسة فيها الا أربعة. تمام. يبقى اكتب أربعة، والمقام زي ما هو خمسة، يبقى أربعة على خمسة. بس كده. يبقى الجزء المتبقي كام؟ أربعة على خمسة، أربعة متبقيين من خمسة، يبقى واحد بس متبقي، أربعة متبقيين من الخمسة الخمس قطع، عشان هي كانت واحدة. لو أنا عايزة أطرح ممكن أطرح بالطريقة دي، ممكن أطرح بالطريقة دي على طول، لأن أنا هخلي الواحد الصحيح اللي بره ده أطرحه من اللي تحت من المقام، وأكتبه فوق، بعد كده أكتبه فوق وأخلي المقام زي ما هو أربعة على خمسة. تمام. هنيجي هنا بقى للحل بسرعة كده. هنا هتتحل ازاي؟ دي اتنين، نعمل الاتنين فوق اهي على عددها الكلي، والمقام يبقى عددها الكلي تحت. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية. نعد تاني، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية، يبقى كل دول تمانية. دي برضه هتبقى تمانية، المقام كله هيبقى تمانية، دي برضه تمانية، ودي برضه تمانية. تعال نعد كده، دي واحدة متلونة بس، دي أربعة، ودي كام؟ دي تمانية كلها. ما تتكتبش بقى كده كسر، خلي بالك عشان انت كده ايه هنغلط. فهي ما تتكتبش كسر كده، تتكتب ايه بقى؟ لو انت ذكي خليك متابع معانا، تتكتب واحد، واحد صحيح، واحد بس، رقم واحد، عشان هي دايره كلها كامله مفيش فيها حاجه ناقصه، مفيش فيها كسور اتاخدت. يبقى هنيجي نجمع بقى كل دول، نجمعهم ازاي؟ مفيش هنا الا واحد صحيح بس، نخليه بره كده اهو خالص، ملناش دعوه بيه، نخليه بره في جنب كده، ونجمع بقى واحد واربعة واتنين. اتنين واحد تلاتة، تلاتة واربعة
7، يبقى 7 على كام؟ على 8. هنعمل برضو دي معاكم واسيب لكم الاتنين التانيين تحلوها كده برضو مع نفسكم وتمشي نفسكم كده. ايه دي كام؟ دي كاملة برضو تبقى 1. دي كام؟ هو كله 4 على كام؟ على 1، جزء بس واحد اللي ناقص. دي 2، دي اسمها 2، يبقى دي عشان دايرتين عدد صحيح كتب 2. دي كسر، مادام فيها حاجات ناقصة يبقى كسر، يبقى 1 على 4. تمام. نجمع العدد الصحيح الأول، يعني نجمع ده مع ده، نجمعهم كده ونشوف 3، 1 و2 3. نجمع الواحد والواحد 2، 2 على كام؟ على 4. تمام. أنا كده طلعتها. هسيب لكم بقى الباقي إن شاء الله تحلوها كده مع نفسكم. كانت معكم مس إيهاب مصباح. أهم حاجة ما تنسوش اللايك والشير. لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه شيروه لأكبر عدد ممكن من زمايلكم وولي الأمر عشان الكل يستفاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.